وانتهى مسلسل إقامة جبرية من بطولة هنا الزاهد ومحمود البزاوي وصابرين ومحمد الشرنوبي وثراء جبيل. واتكلمنا قبل كده وعملنا حلقة قبل كده بعد انطباعي بعد أول 4 حلقات. دلوقتي المسلسل انتهى بعد 10 حلقات، هنتكلم عليه أكتر وهقول لك الإيجابيات والسلبيات، وهل المسلسل عجبني ولا هل المسلسل ما عجبنيش. كل ده هنتكلم عليه. بس قبل ما نبتدي الحلقة طبعا ما وثقوش لايكات وشير، وعايزك تعمل سبسكرايب للشانل، وطبعا عايزك تشترك عندي على الفيسبوك وعلى الانستجرام بيج. ويلا بينا نخش في الحلقة. اهلا مسا عليكم، انا احمد كمال بتاع افلام. مبدئيا كده بتوع افلام زي ما انا قلت لكم، وانا اتكلمت قبل كده عن الكاست ومين الكاست ومين المؤلف ومين المخرج، كل الكلام ده اتكلمت عنه في الحلقه اللي فاتت. فانا هتكلم عن انطباعي كالمسلسل ككل، هل المسلسل عجبني ولا لا. انا بالنسبه لي ان انا كنت مستمتع بالمسلسل وكنت بنتظر الحلقه بتاعته كل اسبوع لحد نقطه معينه وهنتكلم عليها في حته السلبيات، ولكن فعلا هي تجربه جديده ومفيده جدا للفنانه هنا الزاهد. وبالمناسبه بتوع افلام يعني انا هتكلم بحرق، فانت وقف هنا لو انت ما شفتش المسلسل قبل كده، لان انا هتكلم بحرق. اديني نبهت اهو، عشان في ناس كتيره جدا بتقول لي انت ما نبهتش. انا نبهت اهو من اول الحلقه ان انا هحرق. اول ايجابيات المسلسل ان برافو هنا الزاهد. هنا الزاهد عملت دور حلو جدا، عملته باتقان شديد جدا، خلتني فعلا في مشاهد كتيره جدا اقلق منها. يعني المشهد بتاع ثراء جبيل في الحلقه الاخيره وهي بتتفرج، او هي لما شافت الجثه او شافت الراس قدامها، بعد كده لفت ولقت هنا الزاهد قدامها. هنا الزاهد عملت مشهد هنا الزاهد بابتسامتها كده تقلق. ان هي توصلك المرحله دي فبرافو عليها جدا، وان هي فتحت على نفسها ان هي متاحه ان هي تعمل ادوار كتيره ومختلفه. يعني زي ما احنا كنا متخيلين ان هي بتعمل الرومانسي والكوميدي فقط لا غير، هي دلوقتي فتحت على نفسها ان هي تعمل ادوار دراميه وادوار معقده. ففعلا برافو عليها، وهي فعلا من اهم ايجابيات المسلسل اللي خلتني استمر وان انا اتفرج على المسلسل اصلا. وتاني ايجابيه معانا في المسلسل يا جماعه الفنان الكبير محمود البزاوي. الفنان الكبير محمود البزاوي يا جماعه واحد من اهم ايجابيات المسلسل، وفعلا اداؤه عالي جدا في المسلسل، ويعتبر الخط الدرامي اللي هو ما بينه وما بين محمد الشرنوبي، وان هو يعتبر اللي هيحاول ينقذ الموقف وان هو السيفير بتاع المسلسل من الاخر، كانت حاجه قويه جدا. وبرده كانت من العوامل المهمه اللي كانت بالنسبه لي ومن اكتر الحاجات اللي عجبتني في المسلسل برده. واداؤه السلس الرصين الهادي اللي بدون انفعال كتير ولا حزق كتير، ويحسسك كل حاجه في المشهد. فبرافو طبعا، وهو اصلا كده كده فنان كبير ومفيش جديد يعني. وبرده من ايجابيات المسلسل الفنانه الكبيره صابرين، هي كالعاده جامده جدا، ومشاهدها كأم مع محمد الشرنوبي كانت يعتبر من اقوى او افضل المشاهد بتاعت محمد الشرنوبي اساسا. اما من الايجابيات التانية، انا زي ما بقول لك طابع الاثاره والتشويق اللي خلقه المخرج احمد سمير فرج، وهو طبعا بيعرف يخلق الموضوع ده وبيعرف يجذب جماهيريه كبيره جدا، خاصه ان هو مخرج كل اجزاء المداح. والمداح طبعا واحد من انجح المسلسلات اللي نزل خلال الفتره اللي فاتت في رمضان طبعا، فهو يعرف يشدك، هو متمكن جدا من الحته دي. اما عن باقي المسلسل هنبتدي بقى دلوقتي نتكلم عن سلبيات المسلسل بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه. مبدئيا انا قلت لك ان انا كنت متحمس لكل حلقه لحد نقطه معينه، النقطه المعينه دي غالبا لحد الحلقه السابعه او الثامنه، برغم ان المسلسل 10 حلقات ولكن ان انا حسيت ان هو مطوه شويه. لا يعني يا جماعه في ايه، في حاجات ساذجه كتيرة جدا في الكتابة الصراحة، في قرارات غريبة جدا اتخذت في المسلسل الصراحة، في حاجات كتيرة جدا تخليك تقعد مستفز، اللي هو انتوا ليه اخدتوا القرار ده؟ ليه عملتوا كده؟ يعني فكرة ان الشرطة ان هي مش عارفين يلاقوا هنا الزاهد او مش عارفين يلاقوها ازاي او الكلام ده، موضوع غريب جدا يعني. دي حاجة. وابتديت من الحلقة السابعة او الثامنة اقول لا خلاص المفروض تتقفش بقى، لا المسلسل كان المفروض ينتهي عند الحلقة الثامنة. في حاجات زودناها او حسيت ان احنا بنلف وندور وبنعيد وبنكرر مشاهد كتيره جدا وحوارات مكرره، برغم ان انا كنت يعني بشيد جدا من المشاهد بتاعت صابرين ومحمد الشرنوبي، لكن حسيت ان هي مكرره، حسيت ان الكلام بيتقال كتير جدا بنفس الطريقه بنفس الاسلوب بنفس الكلام بنفس كل حاجه. حسيت ان كل حاجه ابتدت تتكرر عشان بس نطول المسلسل نخليه 10 حلقات. نفس الكلام برضو محمد الشرنوبي، انا مش فاهم القرارات وسبب التمسك الكبير قوي لشخصيه سلمى. يعني انا مبدئيا ما حسيتش ان ما بينهم كيمياء، ما بين هنا الزاهد ومحمد الشرنوبي اصلا. وفي نفس الوقت برضو ما حسيتش ايه يعني ايه اللي يخليه او ايه اللي خلى محمد الشرنوبي يحبها لهذه الدرجه. ده رزق.
وانتي رزق. وان هو يحبها جدا ويفضل متعلق بيها برغم ان اتقال له دي قتلت وعملت وقطعت رجل خطيبها. سلمى عشان خاطري يا سلمى كريمين اسعاف، انا مش حاسس برجلي. ليه؟ خليك كده. وقتلت جوزها اللي قديم وبتاع، ويقول لك لا بس سلمى هي الوحيده اللي حبتني وانا بالنسبه لها الوحيد اللي حبيته. حتى هنا الزاهد ما حسيتهاش ان هي برضه بتحبه قوي، ما حسيتش بالحوار ده، حسيت ان هي بني ادمه مريضه، هو ده فقط لا غير. محمد الشرنوبي ايه سبب التمسك الكبير ده بعد كل الكلام ده؟ يعني مثلا انتوا مش عشره، مش بقالكم مثلا 10 سنين مع بعض وبعد كده اكتشفت بعد كده اللي هو المفروض طبيعي لو عرفت ان هي قتلت قتله تسيبها برضه، ولكن يعني مبرر. ولكن انا ما حسيتش ان في حاجه تدل على الحب او قصه الحب القويه اللي ما بينهم دي قوي. وزي ما بقول لك من الحاجات المستفزه اللي في المسلسل وقرارات كتيره زي ما بقول لك، او حاجات تخليك اللي هو تفضل قاعد مستفز جدا. يعني مثلا الحلقه الاخيره غالبا او الحلقه قبل الاخيره، فنانه عايده رياض عرفت ان ثراء جميل راحت لهنا الزاهد او شخصيه سلمى وقاعده معاها في البيت، فقاعده متوتره وبقالها يوم تقول انا عماله اكلمها على الموبايل ومش بتردش عليا وموبايلها مقفول ويا ترى اعمل ايه بقى. فمش الشخص اللي قدامها قال لها طب كلمتي سلمى؟ اللي هو ده اللي هو الطبيعي، يعني هي مع الشخص التاني قاعده معاه في البيت فانت المفروض تكلمي الشخص ده. قالت ايه ده، دي ما جاتش في بالي خالص. يا مش استاذه عايده الكاتب او اللي كتب السيناريو، مش عارف يعني في حاجات كتيره جدا بقى في المسلسل من النوعيه دي، حاجات مستفزه كده وحاجات تخليك مش فاهم. يعني مثلا المشهد بتاع سراء جميل لما شافت الراس فتحت ولقيت راس بني ادم صاحبها او صديقهم كان يعرفوه، انا حاسس ان كان الرياكشن بتاعها كانها مثلا شافت صرصار او شافت برص مثلا. ده مش يعني مش عارف، يعني حسيت كده يعني في الاخر. ولكن في الاول في الاخر انا كنت بتفرج على المسلسل ومستمتع، وعجبني اداء انا زاهد جدا، وعجبني اداء محمود البزاوي، وعجبني اداء ناس كتير، وعجبتني القصه كثريلر واثاره وتشويق، حاجه كنت متابعها خلال الفتره اللي فاتت ومتابعها كل اسبوع. وتقييمي لمسلسل اقامه جبريه برغم ان هو المفروض ياخد 6 ولكن هديله 7 عشان مفاجاه هنا الزاهد اللي كانت في المسلسل ده، فبرافو. عايزين نشوف ليها ادوار مختلفه كتير خلال الفتره اللي جايه. ونيجي عند سؤال الحلقه دلوقتي يا بتوع افلام، ايه اكتر مسلسل حسيت فيه شخصيه سايكو اتعمل في مسلسل او فيلم مصري عموما في اخر فتره، او عموما في السينما، او عموما في الدراما ككل السنين يعني؟ فسيبوا لي رايكم تحت في الكومنتات وهرد عليكم زي ما احنا متعودين على طول. وفي نهايه الحلقه بتوع افلام اتمنى طبعا لايكات كتير وشير وتشتركوا عندي على انستجرام بيج وفيسبوك بيج، واحلى مسا عليكم.